75 سنة يا دكتور. ربي يديك الصحة وطولة العمر. الله يخليك، وملتزمة بالصوم والصيام والصلاة وكل حاجة. الحمد لله. أنا بس أنا عندي مشكلتين. أيوه. المشكلة الأولى إن أنا كنت يعني أرملة، وتزوجت واحد عنده بنتين، السن سنة ونص وسن 3 سنين، وكبروا وربيتهم تربية طبعا كويسة جدا ومدارس أجنبية وكل حاجة. أنت اللي كنت بتدفعي المصروفات؟ نعم. كنت أنت اللي بتدفعي مصروفات المدارس الأجنبية؟ أيوه. ده أنت محسنة قوي، ده يا بخت وبخت ولاده. وبعدين لغاية يعني ربيتهم 22 سنة. وبعدين تزوجت البت الكبيرة لواحد ضابط، والبت الثانية عندها 3 سنين. يعني حبيتي أبوهم لهذه الدرجة؟ أنا ثقت فيه يا دكتور. كنت بثق فيه. وبعدين لدرجة إن أنا لما رحت البلد أجنبية عربية واشتغلت فيها، فأنا كان مرتبي ضعف مرتبه. وبعدين راح قال لي أنا أحط فلوسي على فلوسك ونلعب مرجيحة ونعملهم، ولما ننزل اسكندرية نقسمهم بالنص عشان البركة تحصل. وبعدين كل ده ضلال على فكرة. المرتب كل بتاعي ده غير واديهوله شرعي. بإيده. كل ده غير شرعي. أنا سامعك أهو، بس بدي المشاهدين تنويرة. كل اللي قالوا جوزك ده ضلال مبين. هو توفى يا دكتور. الله يرحمه والله، ولا يجوز. لا أنا ما بقولش عليه الله يرحمه. طبعا. لأن هو سحب رصيدي من البنك كله. شفتي بقى إزاي؟ 490,000 جنيه يا دكتور. ما هو علشان حضرتك ما عندكيش ثقافة إسلامية كويسة. الثقافة الإسلامية تقول مرتبك قد مرتبه 10 مرات، ملوش دعوة ولا درهم ولا دينار كويتي يسد عين الشمس. استني يا حلوة، استني يا حلوة، بس عشان لما تقولي الله يرحمه يا حبيبتي، لما تقولي الله يرحمه انت اللي هتاخدي الثواب. ومش بكلمة الله يرحمه ربنا هيرحمه. مش قادرة يا دكتور اقول الله يرحمه، لأن هو يعني عمل لي حاجات وحشة كتير. ما هو عمل حاجات وحشة، انت صبرت عليها ليه؟ أنا ما صبرتش يا دكتور. يعني هو طلقك قبل ما يموت؟ استني بس، هو طلقك قبل ما يموت؟ كمبيوتر. هو طلقك قبل ما يموت؟ طلقك؟ طلقني. الحمد لله رب العباد. خدت منه فلوسك؟ استني بس، خدت منه فلوسك وخدت حسابك القديم وخدت مصاريف ولاده في المدارس؟ اهو ده اللي كان يرضي ربنا. اهو ده اللي كان يرضي ربنا. كان يرضي ربنا واحنا جايين نتطلق. طب انا صرفت على اولادك 2 مليون ادفعهم. لا ولا مليم. وعندك كذا وكذا وكذا، وانا مرتبي ضعف مرتبك. انت كنت عامله له توكيل يا شاطره؟ يا شاطره يا شاطره يا كبيره، كنت عامله له توكيل؟ طبعا. امال اللي هيصرف هياخد رصيدك منين؟ دي غلطتي انا. طيب البنتين عندهم استعداد يسددوا عن ابوهم؟ لا. ولا كل واحده راحت شافت حياتها وسابوك انت كانك ما عملتش حاجه، وكفايه انك خدت الذكر؟ يعني هم اصحاب فضل عليكي، عمل لهم بيها شهادات، ادوكي ابوهم، انت طماعه عليه كده. بقى مش ادوكي ابوهم تتمسي وتتصبحي بوش القمر وتحط ايدك عليه تقومي تسخسخي من الفرحه وتحسي بالامان يا كبدي، وتشمي هدومه من الدولاب تلاقي نفسك طايره فوق السحاب. الله، جميله الدولاب والسحاب دي، حلوه قوي، عجباني بجد. وتشمي هدومه من الدولاب تلاقي نفسك طايره فوق السحاب، ولو موتك من الجوع تحسي انك واكله كباب. لا والله. وانه حتى لو كان كبير انت شايفاه اصبى من الشباب. امال ايه يا اختي؟